البكاء على الحسين، والأحاديث متواترة جدا في فضل البكاء على الحسين، بل إن هنالك حديث للإمام الصادق صلوات الله عليه يدخل عليه أبا هارون المكفوف. أبو هارون المكفوف إحنا عندنا ناعي ينعي عن حسين، فيقول له الإمام الصادق أنشدني، فينشده، فيقول له الإمام الصادق لا كما لا أريد هذا الإنشاد، أريد كما تنشدون عندما تذهبون إلى قبر الحسين، أي بطريقة النعي. فينشده من قصيدة السيد إسماعيل الحميري: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لا زلت من وطفاء ساكبة روية، ما لذ عيش بعد رضك بالجهاد الأعوجية. فيبكي الإمام الصادق حتى تبتل لحيته ويقول له زدني يا أبا هارون. فيقول يا مريم قوم اندب مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك. فالإمام الصادق بعد انقطاع بكائه يقول يا أبا هارون من أنشد شعرا في الحسين فأبكى 10 فله الجنة، ويبدأ بالتناقص إلى أن يقول ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 1 فله الجنة، ثم يقول من تذكر الحسين جالسا وحده، من تذكر الحسين فبكى فله الجنة. فمن هذه الوصية أو هذه الفقرة من الوصية أراد الإمام الرضا صلوات الله عليه بيان فضل البكاء على الإمام الحسين.